عليكم. أنا سيدة فاطمة أم الشهيد عصام، كتشوفوا فيه شهيد لقمة العيش، الشاب اللي توفى في الجرف يوم 19/5/2023. واليوم أنا جيت باش نهضر على الحق ديال ولدي، لأن بان لي ولدي الحق ديالو ما تعطاش. الولدي تهضم في الحقوق ديالو، ما مات في الشركة ومات أثناء العمل. باقي أنايا دابا ما حقه ما عرفتش، خاص اللي قتلو خاصو يتحاسب. شحال كان السن ديال الابن ديالك؟ السن ولدي زايد في 1990 19/12/1990. ولدي كان في الاصل ما عندوش فكره باش يشتغل في الجرف، ولكن ملي جات كورونا هو كان كيدير تجاره، كان بائع متجول، ولكن ملي تزير وما بقاش عنده راس المال وهذا، قال لي الوالده نمشي نتحرك انايا، مع انه عمره ما حمل كاع، ما كانش كيحمل يمشي لهذاك الجرف. كيقول لك انا الجرف ما الناس كيتمحنوا، كاين روائح ديال اللي كتقتل الناس، كاين ما غاديش، ولكن اضطر باش يدخل. دخل واحد الشركه. المهم في الاول كان فرحان، قال لي راني الخدمه ديالي قال لي ساهله، راني غير نصور لهم لي ماشين وتنصيفط لهم في الواتساب. كيجي وليدي فرحان غادي جاي، فين ما يبغي يمشي يبوس لي على راسي، يقول لي الوالده داعي معايا. وداك النهار وليدي خدم معاهم 5 شهور، دار معاهم كونطرا ديال 6 شهور. الشهر الخامس قريب يسالي معاهم الكونطرا. جا عندي واحد النهار قال لي الوالده راه ما غادي نكمل معاهم الكونطرا وغنخرج. قلت ليه مالك؟ قال لي الوالده انا ديك الخدمه اللي كنت كدير ما بقيتش فيها، راه هزوني وداوني لواحد الخدمه راني بزاف عليا، ما درت فيها تكوين، ما كتبان لي هذيك الخدمه خطيره، غادي نخرج الوالده غنسالي معاهم الكونطرا وغنخرج. والله العظيم لا شحال وهو كيقول لي اما بغيتش نعصبك الوالده ونخرج دابا، بغيت تنكمل معاهم الكونطرا وندفع لشي شركه واحده اخرى. ايوا نهار 19/5/2023 جالسين، مشى وليدي مع 12 دا غديوتو، هو كنتسنى فيه يجي مع 10. تفونيت عليه مع شي 8 تليفونو طافي، نقول وليدي ديك الساعه راه ميت. تسنينا، جات 8 ونص ايوا، وانا نقول وهو يدق، وانا نسمع الدقان. جالس انا وخوه، قلت ليه سير وليدي حل على خوك راه جا شويه. قلت ليه عطيه الساروت غير من الشرجم. حلينا الشرجم، بان لينا واحد الولد شاب من الاصدقاء ديالو. طليت عليه قال لي يا خالتي عصام جا. قلت ليه لا. قال لي يا عصام خالتي الله يرحمه. اش الله يرحمه وليدي؟ كيفاش الله يرحمه؟ وليدي مشى يخدم، مالهم داروا؟ قلت ليه داروك سيده في الطريق. قال لي لا خالتي عصام مات في الشركه. وقول ديك الساعه راه جديده كل سيقى الخبر بانه ميت، وانا اخر من يعلم. اختفى الرباط سيقى الخبر بان ولدي ميت، ولكن باش يجي عندي شي حد ويقول لي يا ولدك راه مات، ولدي مات مع 8. انا نقول لك دابا داكشي اللي كيعاودوا لي الزملاء ديالو اللي كان معاهم في نهار العمل، قالوا لي يا خالتي مشينا مع 12 خدمنا، نزلنا تغدينا، دابا هو كيطلع شي 12 متر شي صمته كدوز ديال الكبريت، خاصو هو يقابلها، الا وقفت خاصو يعلمهم او لا فيها شي. هي الشركه ديال النيطواياج ديال التنقيه. قال لي يا خالتي تغدينا ونزل وسالينا، قلنا لي اجي عصام توضى صلى العصر. انت غنأكد لكم على هذه، توضى وصلى العصر. علاش؟ لانه هما كيقولوا في المحضر بانه مع 7 طلع المكان ديال العمل، ما طلعش مع 7. الاصدقاء ديالو والعصر معاش كيكون، الا تعطل العصر كيكون مع 5. قال لي يا خالتي، قالوا لي يا خالتي توضى وصلى، وقال لنا قلنا لي جلس تشرب معنا اتاي. قال لنا لا انا غنطلع نقابل، وصل الوقت غنطلع نقابل الخدمه ديالي. قال لي يا خالتي هذيك هي شوفتنا ليه الاخرى. دايز واحد الولد
تا هو كان عنده بلاصه اخرى جا باش يطلع عليه، ماشي شي واحد مسؤول من الشركه، زميله اللي كان معاه في نفس، تا هو كان في صمت اخرى. قال لي يا خالتي انا جاي باغي نطلع عليه نهودو نتسارحوا شويه، تا كيبان لي يا خالتي رجليه مدلي قال لي، ودمه كيقطر وضايا ديال الدم في الارض، وهو قال لي يا خالتي مدلي بحال حولي دمه كيقطر. كيفاش مات، علاش مات، الله اعلم. دابا البوليس في المحضر ديالهم كيقولوا لك، كيقول انا، قال لي البوليسي بفمو فاش مشيت يتصنت ليا قال لي سرو داه معاه. كيفاش سرو داه معاه؟ ما كايناش كاميرا. قال لك الكاميرا محروقه. انا نقول لك، قال لي علاش كتحرق الكاميرا؟ الكاميرا حيت كاينه سخونيه تما ما كتصبرش. واش صيفطين شاب في مقتبل العمر وخدام ليكم وكيدير لكم المصالح ديالكم وما رادينش ليه البال من العاصر، وولدي كرة غوت تعيا وكرة استنجد وكرة كو كانت شتي كو كان عتقوه، والله كو كانت العناية كرة كاع كرة عتقوه. داوه، جات لومبيلونس داتو حطوه في لامورغ. ما جا عندي شي واحد من الشركه قال لي الا لا ولدك مات، ما عيطوا ليا، ما قلبوا عليا، ما الغد ليه والو. ما جا عندي حتى حد، شركه ما جا عندي حتى حد الان في هذا الوقت اللي انا كأن هذاك السيد يعني راه ماشي بشر، كأنه لا شيء. يعني داك الولد، انا ولدي عندي بالدنيا وهما عندهم لا شيء، ولكن راه عندهم الاولاد. راه الالم ديال ولدي، شتي الموت، شتي ولدي راه ما ماتش غير هو، راه ماتت عائله كلها. انا نهار دفنوا ولدي راه روحي مشات معاه، انا دابا راه جسد بلا روح، لان ولدي كان هو السند ديالي في الدنيا. وليدي كان عنده حال مراه، راه كان معرف مع البنت اللي غادي يخطبها وغادي مسكين، وقال لي غادي نجمع وغنمشيو نخطبوها من دارهم، والبنت مسكينه شحال بكات عليه حتى هي. كان بحاله بحال جميع الشباب، تا هو الحلم ديالو انه يتزوج بولد وليدات. وانا كنقول ليه وليدي تزوج وليدي ولد وليداتك باش نشوفهم قبل ما نموت. الساعه غندفن ولدي قبل ما نشوف، قبل مني. ايوا واش غنقول لك وليدي اللي عنده الكبده راه غادي يحس بيا وغيعرف اشنو كنحس. يعني قبل اللي توفى هو يعني كان عارف انني ديك البلاصه اللي خدام يعني خطر. هما كيقولوا بانه راه دار تكوين، راه تكوينات، راه لا شتي راه كاين داكشي بالوثائق. ولدي عمره ما قال لي درت شي تكوين، عمره ما دار شي تكوين. والبلاصه اللي طالع عليها 12 كيلومتر على سطح الارض، راه خاصو عليها، خاصو يسني هو على واحد تقرير، خاصو يسني بان عادي يطلع، ما كايناش. خاصو يكون معاه داك ديال السلامه، ريجيسور ولاش تقولوا لي نتوما، هذاك المسؤول عن الامن والسلامه قال لهم في المحضر، قال لهم انايا ما كنتش، انا خدمت في الفتره الصباحيه. هادشي كله كاين هنا، راه ما كنجيب حتى حاجه من راسي. البلاصه اللي مات فيها بعدا خص يكونوا فيها جوج، واحد يكون لتحت وواحد كيكون الفوق مقابله، لان بلاصه خطيره، وقبل ما يطلع عليها خاصو يدير عليها تكوين، ما كاينش. وها هو عندي شتي الزملاء ديالو، ها هو واحد قال لي لم نخضع لاي تكوين لاي تدريب انت لم نخضع لاي تدريب. هادشي كله عندي بالدلائل. والغيش قلت لك المسؤول عن الامن والسلامه قال لهم كنت خدام في الفتره الصباحيه، فسولوا البوليس في المحضر ديال البوليس، ولا الفتره المسائيه هذوك ماشي بنادم ما غاديروش لهم مسؤول عن الامن والسلامه، ولا حاطينهم تمايا بضائع. الرساله ديالي هو انهم يردوا البال لهاد الشباب. راه الشباب راه ثروه، راه الشباب راه نص الشباب كيموت في البحر، غادي باغي يمشي لشي بلاد اخرى كيقلب على مستقبله، مع ان بلاده هي اللي خصها تضمن ليه المستقبل ديالو. ونص الشباب كيموت في الجرف. علاش حنا الجرف جا الجديده باش يحل لينا باش نعيشوا زعما. ساعه حنايا ولينا
ما قدهمش الروائح، وما قدهمش التلوث، وما قدهمش الامراض اللي انا دابا مريضه بجميع الامراض، جميع الامراض، الحساسيه، الضغط، جميع الامراض، التلوث ديال الجو والموت ديال ولدي.